هلو يا حلوين، اوردر ايفا جه. تعالوا نفتحه سوا. انا من كتر المنتجات اللي عندي من شركة ايفا المفروض يعتبروني الوجه الاعلامي بتاعهم بجد يعني. بفكر نبقى نعمل فيديو يعني ريفيو عن كل المنتجات اللي جربتها من شركة ايفا، لان حرفيا عندي كمية منتجات كتيرة جدا منهم يعني. المهم تعالوا نشوف الاوردر بتاع النهاردة فيه ايه. اول حاجة الصن سكرين، ثواني. ده كان عرض الصن سكرين وجاي معاه البتاعة دي باندانا هتنفعني في الميك اب جدا دي، باندانة شعر. تمام. الصن سكرين ده اس بي اف 50 وبيقولوا ان هو مناسب للبشرات المعرضة للحبوب، فده لو فعلا هينفع مع البشرات المعرضة للحبوب ده يبقى اتعمل عشاني، لان انا مش بشرة معرضة للحبوب، ده انا حبايه معرضه ان يبقى عندها بشره، ده انا بيطلع لي كميه حبوب مش طبيعيه بالذات الفتره دي. هو تنتد يعني ليه لون عامل زي الفاونديشن الخفيف كده يعني بيدي كفر بسيط للبشره. بس بيبقى فيه منه مش تنتد، فيه منه اللي هو ملوش لون، لكن انا لما جيت اشتريه من على الموقع، لما جيت اطلبه من على الموقع ما كانش التاني متاح، فاخدت اللي هو التنتد ده. الصن سكرين تحسه حجمه صغير، بس هو لما قريت عليه 40 ملي مش صغير ولا حاجة يعني، ده الستاندرد اصلا. وفي عامل حماية من يو في اي ويو في بي ووتر ريسيستنس، يعني مش بيروح بالمية. تمام. عايزة اشوف بقى لونه، انا خايفة لا يكون لونه مش هيطلع مناسب معايا ولا حاجة. هو غامق شوية يعني، تحسوه بيعمل تان، مش باين في التصوير ان هو غامق عليا شويه، بس حاسه ان هو على وشي هيبقى غامق حبه. ايه الحاجه التانية اللي طلبتها؟ مجموعه الشعر دي بالارجان، ده شامبو وبلسم وسيرم. ده للشعر المجهد ويعطيه لمعان جذاب وصحي. اوكي، وبيتحكم في الهشام، ده عز الطلب يعني. دول كده الشامبو والبلسم وحجمهم كبير، 230 ملي البلسم، والشامبو برضو 230 ملي. ودي عبوة السيرم 90 ملي، برضو حجمها كويس مش صغير. ان شاء الله اجربهم واعمل لكم عنهم ريفيو. اوكي، ده كده حلوين الاوردر بتاع ايفا، انا جايباه من على السايت بتاعهم، هسيب لكم هنا لينك الاكونت بتاعهم، ادخلوا عليه هتلاقوا في البايو اللينك بتاع الموقع بتاعهم السايت. تمام، تقدروا تطلبوا من على السايت، وهكتب لكم كمان كود لو طلبتي منتجات باكتر من 400 جنيه بتاخدي الشحن فري. تكتبي الكود ده في الخانة بتاع الديسكاونت كود وهتاخدي الشحن فري. تمام.